عمرك فكرت إن الطموح المبالغ فيه ممكن يكون نقص؟ تعال نفتفت الجملة دي حتة حتة عشان نعرف أصولها بدأت منين. كان في عالم نفس اسمه ألفريد أدلر، وده كان واحد من تلامذة فرويد اللي انشقوا عنه وبدأوا في اتجاهات مختلفة شوية، رغم انهم بشكل او بآخر كانوا متأثرين بالهوية العامة للتحليل النفسي، يعني الاهتمام بالطفولة المبكرة والأحلام. ولكن الفرق ان تفسيرهم للحاجات دي مختلف عن فرويد، وده هيخلينا نتكلم عن حاجة اسمها عقدة الدونية. وبما ان المصطلح ده اول واحد اتكلم عنه هو أدلر، فببساطة كده هو كان شايف ان اي انسان بيبقى عنده مشاعر دونية او نقص طبيعية ناتجة عن اللي حصل في الطفولة المبكرة، من انه كان بيتم نقده كتير على اتفه الاسباب، ده غير ان بيتم التقليل من قيمته، وكمان المقارنات بينه وبين اخواته واقاربه سواء من ناحية الذكاء او الجسم او حتى علاقاته الاجتماعية. كان أدلر بقى بيقول ان المشاعر دي في حدودها الطبيعية هي اللي بتدفع كل انسان انه يتحرك لقدام او يثبت نفسه لحد ما يوصل لدرجة من الرضا عن نفسه، وساعتها مشاعر الدونية اللي جاية من الطفولة دي بتروح. ولكن هيحصل ايه لو المشاعر دي ما راحتش؟ تخيل لو واحد كان فقير جدا وبعد مجازفات كتير وتعب بقت حالته المادية كويسة وفي أفضل حالاته، أو مثلا شخص ما كانش متمكن في مجال شغله وبعد مذاكرة كتير وتعب في التدريب بقى متمكن جدا لدرجة إن الناس كلها بتمدح فيه. الطبيعي إن هنا هتبتدي تحس بقيمتك، صح؟ طبعا للأسف لا، مش كل الناس بتقدر تخرج بسهولة من مشاعر الدونية. عشان كده لو المشاعر دي استمرت مع الشخص طول حياته بتتحول لعقدة الدونية بشكلها المرضي. والدونية أو النقص بيظهروا في أشكال كتير زي اضطراب الشخصية النرجسية، لأن النرجسي هو شخص فاضي جدا ولذلك طول الوقت عايز يثبت وجوده وعنده حتة الاستحقاق دي عالية قوي. وممكن برضو تظهر في أشكال تانية زي إن الشخص دايما ما بيبقاش راضي عن نفسه مهما يعمل من أي حاجة، يعني الناس بتمدحه فيقولك أكيد دي مجاملة، ولو بقى أشطر واحد في مجاله يقولك دي شوية حظ بس. وممكن برضو الشخص يتجنب المواقف اللي بتخليه يحس إنه ضعيف، يعني مثلا ما يتكلمش قدام الناس عشان هو خايف من نظرتهم ومن حكمهم عليه، رغم إنه ممكن يكون شخص كويس وطريقته في الكلام كويسة جدا. باختصار مشاعر النقص اللي جواك دي حاجة طبيعية، لكن فكرة إنها هي اللي هتحركك طول حياتك فكده اتحولت لمرض.